بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، فيديو بسيط، وصفة بسيطة كده حلوة جدا، هتعجبك جدا 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 وهتقومي تنفذيها كمان. نعمل مع بعض كده طاجن كيك بدون دقيق، حاجة كده حلوة جدا وبدون دهون، جميلة جدا وهتعجبك وخفيفة، وكمان حلوة جدا للدايت. معايا هنا بيضة، ومعايا 2 كيس سكر، فانيليا، بيكنج باودر، و2 معلقة من الشوكولاتة البودرة الخام. ومعانا هنا كيسين السكر دول، كل كيس معلقة سكر واحدة. فجبت كده بيضة وحطيت معاها شوية من الفانيليا، وانا هنا مش هاخد البيضة دي كلها علشان الطاجن اللي انا هعمله ده صغير مش كبير. يعني البيضة دي تعمل طاجنين من الطاجن ده، طاجنين كده بالبيضة دي. فانا هاخد نص البيضة، والبيضة والنص التاني هعمل بيه طاجن تاني بإذن الله. فده كده كنت بعمله علشان افطر بيه. طبعا احنا في الدايت مش هنحرم نفسنا من اي حاجة. فحطيت كده بيضة ورشة فانيليا، وحطيت كمان معلقتين من السكر، او كيس كده من سكر الدايت. الكيس ده فيه معلقة واحدة، وهقلبها كويس جدا، وهنزل كده بال2 معلقة شوكولاتة البودر، وتكون شوكولاتة نوعيتها نظيفة، لان هي هتبقى هي الاساس الطعم عليها. فانا بجيب هنا الشوكولاتة البودر اسباني، بتبقى حلوة جدا ومركزة وريحتها حلوة جدا. حطيت معلقة كبيرة معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهفضل اقلب كده لحد ما الكاكاو يختفي كده مع البيضة، وكده يكون الطاجن بتاعنا جاهز للسوا. طريقة سهلة جدا، ما فيهاش لبن، ما فيهاش زيت ولا دقيق. معايا هنا كده شوية من الشوكولاتة الشيبس حطيتهم فيها، وقلبتها كويس كده زي ما انتم شايفين لحد ما اخدت اللون الحلو ده، وريحتها جميلة جدا. الشوكولاتة طبعا بتبقى ريحتها حلوة. هقلبها كده بقى جدا وهظبطها، وبعد كده هدخلها الاير فراير لحد ما تستوي، وهتاخد معايا من 7 ل8 دقايق وتكون جاهزة. في الوقت ده كنت عملت كده كوباية من القهوة، وده بيبقى أحلى فطار كده على الصبح، كده بيعدل المود وبيبقى جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده قلبتها كويس، و حطها كده في الاير فراير، وهتاخد 7 دقايق وهتكون جاهزة. طعمها بيبقى حلو جدا، وبيبقى شبه السوفلي شوية، بيبقى طعمه جميل. وجربوا الطريقة هتعجبكم جدا جدا. هظبط بقى كده على الكيك، و160 درجة على 5 دقايق 7 دقايق. بس انا كنت عاملاها على 25 دقيقة، واستوت على 17 دقيقة، يعني اخدت 8 دقايق، وكانت استوت معايا وطالعة ريحتها جميلة جدا. فده كان اسرع فطار واحلى فطار كده تعمليه الصبح كده اول ما تقومي كده، عشان يظبط لك مودك كده، وتغيير عن الفول والجبنه والبيض. فعشان ما تزهقيش طبعا من الدايت اللي انت بتعمليه، فلازم تنوعي من الفطار والغدا كمان. فاخدته كده كان سخن بقى كده، والشوكولاته كمان حطيت عليها رشة من الشوكولاتة الشيبسي تاني بعد ما طلعت، بس ما جاتش كده في التصوير. وكنت كده عملت كوباية قهوة كده، ما شاء الله حلوة جدا وطعمها جميل جدا، بس عملته طبعا من بدون سكر، علشان انا اخدت المعلقتين بتوعي في الكيك. طعمها حلو جدا، وجربوها هتعجبكم، وسهلة جدا جدا، وفي ثواني هتكوني عاملاها وجاهزة. انا ساعات كمان كنت بعملها كده، وهعمل طواجن كده للولاد معايا، بتبقى طعمها جميلة وريحتها حلوة جدا. وبعملها كمان بالموز، بتبقى حلوة جدا جدا. هعملها معاكم برضو وهنزل الفيديو. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. جربوا الطريقة هتعجبكم جدا، وطعمها حلو جدا، وريحتها كمان حلوة جدا جدا، وسهلة وبسيطة، وهتعمليها في دقايق مش ثواني. اهي طالعة حلوة جدا ومستوية، وريحتها وطعمها جميل جدا، وطعمها غير بقى كده مع فنجان القهوة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.